ايه رايك؟ يا ابني ايه رايك فيه؟ ده حمار. ما انا عارف انه حمار، ده قال لي حاجه يعمل 1000 رغيف حواوشي ده. يا ابني حواوشي ايه؟ ما ينفعش عشان الطعم والريح. طعم والريحه؟ يعني هم كانوا عرفوا طعم حواوشي الكلاب لما عرفوا طعم حواوشي الحمير؟ يا حاج بكري معروف، زود في البهارات يدي طعم جميل. كل ما تزود في البهارات يدي طعم احلى. ادي في البهارات على طول. ايه يا ريال انت وهو مالكم الحمار بتاعي؟ احنا اللي جبنا هنا يا حاج بكري. مش انت اللي جايبنا هنا؟ مش انت الحاج منهم بتاع الحواوشي؟ ايوه. لا لا انت الحاج منهم بتاع الحواوشي بتاع الحمير. عندك الا الغلط، انا ما اسمحش بالغلط ابدا. ايوه انا بتاع الحواوشي قطط وكلاب بس، لك حمير لا. عمر ما ذبحت حمير انا. احنا سمعتنا سبقانه، احنا لنا 7 سنين فاتحين محل الحواوشي ده، ما دخلناش غير كلاب وقطط بس. صح؟ صح. وكلاب بلدي كمان مش مستورد. صح. واحنا شغالين في المضمون يا اخي. مضمون. وعلى يدك الكلام ده. على قدي. يعني انت ما تعرف نفسك ان انت ما دام الحواوشي كلاب. طبعا حواوشي كلاب، يعني انت تاخد الرغيف ب5 جنيه وعايز لحمه بلدي ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما تقول له حاجه. لا انت عاوز الحمار بتاعي. هنوظف الحمار بتاعك، مش هنوظفه؟ هنوظفه، هنخليه يودي طلبات ويجيب طلبات. خليه يودي طلبات بدل ما هو قاعد كده نايم هنا. هنوظفه لك ما تقلقش، وهيبقى ليه مرتب كل شهر. صح؟ صح. هو بيمون كام؟ بنزين 90 ولا 82؟ اقول لك الصراحه الحاج منهم كان عايز يسرق الحمار ده. السلام راح عليكم. فين؟ خد سيبني. راح فين؟ طب المحل اللي فتحناه يا راجل مش هسرقه ولا حاجه، اللي طار هناك ده